يا رب تبقوا بخير جميعا. النهارده الفيديو بتاعنا جزء جديد من الباوربوينت تريكس، وهو اكشلي النهارده ممتع جدا. هنتعلم نعمل حاجه هتخلي الباوربوينت في حته تانية خالص. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنبدا نعمل creating البرزنتيشن. على اول سلايد هرايت كليك، اختار فورمات الباك جراوند، اختار جريدينت. اوكي، طبعا تختار الكلر اللي انت عاوزه. انا الكلر ده كان بالنسبه لي اتس اوكي. هاجي بعد كده عند شيء انسرت وشيبس، هختار سيركل. وركزوا بقى في البوينت دي كويس قوي. هاجي في الكيبورد وهعمل هولدنج على الكنترول والشيفت عشان تتعمل لي السيركل بشكل مظبوط، تكريت السيركل بشكل مظبوط. وطبعا الليفت سايد من وبعد كده هروح عامله سيركل تانية عن طريق ان انا اهولد برضو على الكنترول والليفت سايد من الماوس. هتتعمل لي سيركل اختها بالظبط بنفس السايز بتاعها. هريسايز ات، اوكي، هصغرها شويه واعمل لها سنتر كده، او هحطها في البوزيشن ده. خلاص. بعد كده هاجي اعمل ايه؟ هختار تو سيركلز، وهاجي عند فورمات الشيب، هختار شيب اوتلاين، واختار التو سيركلز، اغير الاوتلاين بتاعهم لوايت، واغير الثيكنس بتاعه او الويتس بتاعهم وهكبره شويه. تمام. طيب بعد كده هبدا اخد خطوه جديده، هو ان انا هختار السيركل الكبيره، وهاجي برضو عند فورمات شيب واختار الشيب فيل، وهخليها نو فيل. اوكي، تبقى مفرغه كده. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هاجي عند السيركل الصغيره وهختار التكست اللي انا عايزه اكتبه فيها. طبعا احنا بنقول تايم لاين، يبقى هنبدا نكتب الارقام بتاعت السنين، وزي ما احنا شايفين كده بنعمل فورمات للتكست زي ما انا عايزه طبعا. اوكي. طيب السيركل الصغيره، وبعد كده هعمل لها كوبي بيست، يعني هعمل منها دوبليكيت لكوبي تانية. تمام. هاخدها واوديها الناحيه التانيه، هعمل لها الاينمنت على نفس الخط بالظبط. خلاص. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هصغر كده السكرين شويه عشان اقدر اتحكم في العناصر بتاعتي او في الاليمنتس. بعدين هعمل سيلكت على السيركل الكبيره اللي هي الوايت دي، هعمل منها كوبي وارجع احطها بالظبط عليها بالظبط. اوكي، الاين تو سيركلز مع بعض، وبعد كده اعمل ريسايز عن طريق ان هولد الشيفت والليفت ماوس باتن طبعا، واظبطها على نفس المكان على نفس الشيب دي. وبعد كده هتشيك على السيركل الجديده، وهطلع في الفورمات شيب، وهاجي على الشيب اوتلاين واختار نو اوتلاين. نو اوتلاين. تمام. بعد كده هسلكت الشيبس دي كلها، السيركل الهيدن والسيركل الوايت والتو سيركل الصغيرين، وهعمل رايت كليك واختار جروب، اخليهم كلهم جروب واحد علشان اقدر اتحكم فيهم كلهم مع بعض. بقوا جروب. هروح عامله منهم كوبي، هروح عامله سيلكت عليهم وعامله منهم كوبي. بقى عندي كده اهو زي ما احنا شايفين تو جروبس منهم. هعمل انا ايه بقى في الجروب الجديد؟ هعمله الاينمنت على الجروب الاول، وهاجي عند السهم بتاع الروتيت ده، ان انا اعمل روتيت للشيب زي ما احنا شايفين كده. هتحرك بيه، هحرك السيركلز بحيث ابعدهم عن بعض زي ما احنا شايفين كده. بقى عندي فور سيركلز. اكسلنت. حركتهم بعيد عن بعض. هروح جايه عامله كوبي كمان، كده بقى عندي 3 جروبس. هعمل كوبي الثالثه، وهروح ايوه هظبطها برده على نفس المكان، وهطلع على روتيت من فورمات شيب طبعا، على روتيت، واختار فليب هوريزونتال. وفليب هوريزونتال عمل لي ايه؟ المجموعه الثالثه. بقى عندي 6 سمول سيركلز. هتشيك عليهم كلهم وسلكت عليهم كلهم واقول لهم انهم جروب، بحيث ان انا اعرف برضه اتحكم فيهم كلهم مع بعض. ركزوا والله يعزكم في الخطوات لان هي حاجه كويسه. بعد كده هتشيك على السيركلز. شايفين السيركلز اللي طالعه بيضه دي؟ احنا عايزين نشيلها، فاحنا بنقف عليها ونروح عاملين لها ايه؟ ريموف، ديليت يعني. وهاجي على السيركل اللي موجوده على السلايد، واتشيك على بقيه السيركلز الصغيرين دول كلهم، هسلكت عليهم، وهطلع على فورمات شيب. هاجي على الجزء بتاع التكست وهعمله زي ما احنا شايفين تكست فيل. هعمله ايه؟ نو فيل، يعني عشان يبقى التكست هيدن لحد ما ابدا اظهره واحده ورا الثانيه زي ما هتشوفوا الميكانيزم بتاعها دلوقتي. تمام. وهتشيك بقى بعد كده انا اغير ايه الكالرز بتاعت السيركلز دي براحتي. انا غيرت الاثنين دول، وقفت عليهم، رحت فورمات شيب، رحت عند شيب فيل، واخترت الكالرز اللي تناسبني، وكل واحد وذوقه طبعا. وهاجي عند السيركل الموجوده على السلايد الصغيره دي وهعملها ديليت. تمام كده. اتمنى تكونوا متابعين معايا الخطوات. وبعدين هاجي عند السلكشن بان برضو من فورمات شيب، وهغير اسم الجروب كله. اوكي، هحط التو اكسبلانيشن مارك اللي هي موجوده على رقم 1 في الكيبورد، واحط الاسم اللي انا عاوزاه. انا كتبتها ويل. اوكي. بس خلصت الخطوات دي كلها، هروح جايه على الشيب واحط ريكتانجل عشان احط بقى التكست اللي انا عاوزه يبقى العنوان الرئيسي بتاع الويل بتاعتي دي. اوكي. انا كتبت ويلكم، جيت على السلايد وعملت دوبليكيت. عملت دوبليكيت في السلايد الثانيه، احنا دلوقتي واقفين على الثانيه.
هروح عامله روتيت ومنزله اول سيركل، حطاها على السلايد. دي اول واحده هتظهر معايا، هبدا اكتب فيها اللي انا عاوزاه، اظهر الكتابه، احنا كنا كاتبين اوريدي. هروح واقفه على التكست وهرجع تاني عند الفورمات شيب وهاجي عند تكست فيل واختار بقى الكلر اللي يعجبني عشان يظهر بيه شكل الكتابه، واعدل طبعا السيركل علشان خاطر الكتابه تبقى شكلها مظبوط، لان هي كده شكلها ايه، مايل. فانا هعمل روتيت للسيركل علشان الكلام يبقى مظبوط، وبحط قدامها التكست بوكس اللي انا عاوزه يظهر جنب السنه دي. طبعا دي 2020، دي سنه الكوفيد فانا كتبت كده. تمام، جيت عند السلايد الثانيه عملت لها دوبليكيت، بقيت انا دلوقتي في سلايد رقم 3، رحت منزله 2020 دي وجبت سيركل جديده وحطيتها علشان تبقى هي السنه الجديده. جيت وقفت على التكست تاني، انا بعيدها المره الثانيه، وجيت على التكست فيل واخترت اللون اللي انا عاوزاه. زي ما احنا شايفين التكست مقلوب، طبعا السيركل بتدور، فانا هاجي عند السيركل الصغيره دي واعمل لها روتيت كده بحيث ان اظبطها على السلايد بشكل مظبوط، وهاجي عند التكست بوكس اللي جنبها واغير الكلام اللي فيه بما يتناسب بقى مع السنه دي. اوكي، او الجزء ده اللي انا عاوز اظهره من البرزنتيشن. طبعا اتمنى انها تكون واضحه، وطبعا بكرر نفس العمليه دي بالظبط، هدوبليكيت السلايد الثالثه عشان اخش على الجزء الرابع وهكذا لحد ما اخلصهم كلهم. خلصتهم كلهم هعمل عليهم سيلكت وهروح على ترانزاكشن اختار بول، وكده نكون خلصنا وتبقى البرزنتيشن بالشكل البروفيشنال الرائع ده. طبعا بتودي البرزنتيشن في حتة تانية خالص، كل واحد يقدر يستخدمها حسب المادة بتاعته بالشكل اللي يريحه. اتمنى ان تكون النهارده الهاك كانت واضحة، هي مش هاك، هو كان النهارده حاجة اطول شوية بس كانت النتيجة تستحق. ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير للفيديو. كانت معاكم ياسمين شمس، باي.